السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي قناة ميديا سبورت، أهلا بكم. تصريحات خطيرة من عيسى حياته يفضح الاتحاد الأفريقي ويكشف المؤامرة التي يخطط لها الاتحاد الأفريقي ضد الأهلي بسبب حكم مباراة الأهلي والرجاء المغربي. هل غير مسموح للأهلي بزيادة أي بطولة بعد 10 بطولات دور الأبطال؟ شاهد ماذا قال. في البداية عطروا فمكم بذكر الله، ولا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد. ولو حابب يوصلك كل أخبار كرة القدم ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا. بعد قيام الاتحاد الأفريقي بتعيين الحكم السوداني محمود علي إسماعيل لإدارة مباراة الأهلي والرجاء المغربي بذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، وبعد الغضب الذي اجتاح جماهير الأهلي بعد هذا القرار، صرح رئيس الاتحاد الأفريقي السابق الكاميروني عيسى حياته، وقد أدلى بتصريحات لقناة جول الكاميرونية وقال: الاتحاد الأفريقي يأخذ قرارات دون دراسة. تعجبت من قرار الاتحاد الأفريقي بتعيين حكم سوداني لمباراة الأهلي والرجاء المغربي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. كيف تقوم بتعيين حكم سوداني لمباراة الأهلي والرجاء؟ والمباراة الأخيرة كانت بين الأهلي والهلال السوداني بدور الأبطال. كان هناك تصريحات من فريق الهلال السوداني الذي ملأ الدنيا ضجيج واتهم وهاجم فيها الأهلي، وكان الهلال السوداني يصدر تصريحات ضد الأهلي أكثر من كل التصريحات التي صدرت عن كل الفرق منذ إنشاء البطولة، وسبقها أحداث في السودان ضد لاعب الأهلي. ولم يأتي الاتحاد الأفريقي بحقوق الأهلي من هذه الاعتداءات. واليوم نجد الاتحاد الأفريقي يقوم بتعيين حكم سوداني لإدارة مباراة الأهلي والرجاء بربع نهائي دور الأبطال. هل الاتحاد الأفريقي يريد إقصاء الأهلي كما حدث أمام الوداد المغربي بالنسخة الماضية بعد قيامهم بلعب نهائي دور الأبطال بالمغرب؟ وهل 10 بطولات دوري أبطال تكفي الأهلي وغير مسموح للأهلي بزيادة بطولاته من هذه البطولة؟ فأنا أتساءل، ولحساب من يفعل الاتحاد الأفريقي بالأهلي كل ذلك؟ في النهاية لو حابب يوصلك كل أخبار كرة القدم ما تنساش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلك كل فيديوهاتنا.